السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقالنا كتير ما عملناش روتينات في المطبخ. النهارده هعمل لكم اكلات من الزمن الجميل، اكلات جميلة جدا وهتعجبكم. زي ما انتم شايفين كده احنا حطينا حلة على النار وحطينا عليها ورق لوري وحبهان ومستكة و... وفلفل اسود. ونزلنا زي ما انتم شايفين كده بدي ارانب جايباها من بلدنا معايا وانا جايه. واللي على العين الصغيره دي اللي في الكزرولة ده عباره عن مش مجفف. بغليه كده في النار، وبعد كده يعني اول ما يطرى بيكون بالعظم بتاعه. اول ما يطرى بفصصه من العظم وبعمله عصير، بضيف له عصير خوخ من اللي هو البودر، وبضربه في الخلاط بيبقى عصير خطير. وزي ما انتم شايفين كده بدأنا نعمل الرز، لان خلاص يعني الوقت أزف. انا عملت الاكل ده ما كملتش نص ساعة. طبعا الارانب على النار، هما كانوا ارنبين صغيرين كانوا جايين لنا هدية. زي ما انتم شايفين كده حمرنا الشعرية، هننزل عليها بالرز. بس لأول مرة يشوفني ما ينساش يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد من الحاجات اللي انا بنشرها، ويعمل لي لايك عشان يشجعني، وتقولوا لي من انهي بلد عشان بحب اعرف انكم من انهي بلد بتتابعوني. زي ما انتم شايفين كده هنفضل نقلب في الرز لغايه ما يسخن معاكي. اول ما يسخن معاكي طش الرز وانت مستريحه، يعني مطمنه كده. مش هيعجن معاكي ابدا ولا يحصل له اي حاجه، وخصوصا لو ما زودتيش الميه قوي. التكات دي للمبتدئات، لكن طبعا الاساتذه دول طبعا هم عارفين كل حاجه. زي ما انتم شايفين كده انا حسيت ان الميه بتاعه الرز قليله، لازم نقلب الرز عشان نعرف مقدار الميه قد ايه، او الشوربه اللي فيه قد ايه. وبنسويه في الاول نعلي النار لغايه ما يغلي غلوه، وبعدين نهدي النار ويطيب على نار هاديه، او يستوي على نار هاديه. وده الرز بعد ما خلصناه نبدا بقى في اللي بعده. الرز كان مفلفل جدا وجميل. حطينا زي ما انتم شايفين معلقتين كبار من السمنه، وهنحط عليهم حبه زيت صغيره عشان الزيت ده بس عشان ما يحرقش، لكن احنا مش محتاجين زيت، احنا يعني حابين سمنه، وهتعرفوا ليه دلوقتي. السمن والزيت ده ليه؟ عشان نحمر فيه الارنب. وطبعا هنعمل لكم احلى ملوخيه بالارانب هتدوقيها في حياتك. وطبعا الارانب طبعا هتتعمل مش بتتحمر بس، هتشوفوا هنعمل فيها ايه دلوقتي عشان تبقى الطعم الفلاحي الاصيل بتاع جدتنا وستنا ايام زمان. والله اليوم ده في الاكل يعني بصراحه حسسني بطعم يعني لان الاكلات دي ما عدناش بناكلها كتير. زمان كنا بناكلها كتير قوي، دلوقتي ما عدناش يعني. بيجي مرتين في السنة، مرة في السنة، ممكن يعدي سنة كاملة ما ندقوش، مع ان احنا بنحبه بس مش في بالنا اساسا يعني. الواحد خلاص اتعود على اللحمة او الفراخ، لو في اللحوم يعني الايام اللي فيها لحوم، لحمة او فراخ او سمك وخلاص. مش بيفكر في الحاجات دي كتير، مع ان الحاجات دي احلى ومتغذية طبيعي، لانها دايما بتبقى يعني لو بتجيبها من مثلا من سوق وتكون ست هي اللي بتبيعها، بتبقى مربيها على ايديها، مش بتبقى طبعا تربية مزارع ولا حاجات، وبيبقاش فيها حاجات ضارة يعني وكده. بنفضل نقلب في الارنب زي ما انتم شايفين كده لغاية ما يتحمر من كل الجهات، يعني نحاول نحمره على قد ما نقدر من كل الاماكن، نقلب فيه كده مع الوقت. شايفين شكله حلو ازاي؟ شكله تحفة بعد ما اتحمر، وكانت الريحة قلب الدنيا، لدرجة هتشوفوا ابني عمل ايه في اخر الفيديو والله العظيم هتموتوا ضحك. وده توم، هننزل التوم زي ما انتوا شايفين كده. دي طريقتنا بطريقة امي في عميل ملوخية بالارانب. هتشوفوا طعمها بيبقى رهيب رهيب، كلمة رهيب قليلة عليها.
غير ان الارانب نفسها بتبقى جميلة. طبعا حطينا كده والارانب بتتشوح، الارانب بتاخد من طعم التوم وريحته وهو متشوح كده، بتبقى روعة. كلمة روعة اساسا قليلة عليها، يعني الريحة كده كانت عايزاني، يعني الواحد ليلة صايم بس. أه هقول لكم ابني عمل ايه، وده فلفل اسود. ابني بقى، انا سبت الاكل، عملت الاكل وسبته، دخلت استريح، كان خلاص خلصت كل حاجة، وبصيت لقيته جايلي وبيقول انا اكلت الارنب كله. انا طبعا افتكرت ان هو بيضحك عليا، لكن هو ما طلعش اكل الارنب كله طبعا، مع ان الولد ده مسموم قوي. بس هو يعني عشان ريحة الريحة كانت جبارة بصراحة، راح كل لي يعني كل قطع يعني منهم. مش مشكلة، بس انا قصدي ان هو من كتر ما كانت الريحة جميلة راح كل لوحده من غير ما حتى يقول لي. زي ما انتم شايفين كده، حطينا بعد هنحط شوية من الكزبرة الناشفة على التوم اللي قاعد في الطاسة، وشوية مرقة صغيرين، نص قرص مرقة بسرعة كده، تقلبتين تلاتة، لان التومة كانت محمرة. ونروح نطش على طول بالشوربة، شوربة الأرانب بعينها. واو، ودوقي بقى احلى احلى ملوخية هتدوقيها في حياتك. جربي الملوخية بالطريقة دي والأرانب بالطريقة دي، يعني في منتهى البساطة ومنتهى العظمة في الطعم وكل حاجة. وعايزة اقولك ان انا هعمل كمان ملوخية ناشفة، طبعا هنا ما عندناش غير ناشفة جايباها معايا من مصر، لكن اللي عنده كمان ملوخية خضر يا جماله بقى. فزي ما انتوا شايفين كده، زودنا شوربة زي ما انت هتعملي، يعني حسب ما انت عايزة. وطبعا ما نحطش الملوخية غير لما تلاقيها غلت بالشكل ده، لازم تغلي معاكي بالشكل ده عشان تحطي الملوخية عشان متسقطش معاكي. طبعا انا عاملة الملوخية قبل كده على القناة، بس كنت عاملة يعني الملوخية الخضراء، وكانت بطريقة غير كده خالص، لان دي لما ملوخية بالارانب مختلفة. طبعا بنقلب في الاول، بعدين بنشوفه محتاج تاني ولا لا، يعني ما ينفعش نفضل نحطه طول الوقت وتتخن مننا ونزود شوربة وبعدين او تخف وهكذا. فلا، احنا نحط شوية ونقلب نشوفها سميكة خفيفة حلوة ولا ايه، وبعدين نفضل نحط لغاية ما نحس ان هي خلاص يعني بقت كويسة. خلي بالك انك حاطة حاطة مرقة، ما تزوديش ملح. زي ما انتم شايفين كده شكل الارانب. وده شكل الاكل، بس للاسف الاضاءة هنا عند المكان اللي بناكل فيه ضعيفة. وادي شايفين ابني كان واكل الارنب زي ما انتم شايفين كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.